دلوقتي جوزي اداني 2000 جنيه. يا ترى انا هعمل بيهم ايه ال2000 جنيه دول؟ يا ترى اجيب بيهم لحمة ولا اجيب بيهم فراخ ولا اجيب بيهم خضار ولا اعمل ايه بيهم ولا ايه؟ الله المستعان على كل حال. انا هدعي ربنا ان ربنا يبارك فيهم لاخر الشهر، وان شاء الله ربنا يسترها معانا زي ما سترها معانا كل شهر قبل كده. يا رب يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم بارك في هذا المال يا رب العالمين، واسترها معايا لاخر الشهر يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخواتي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. باذن الله ده اول فيديو ليا ومعاكم اختكم عزة فؤاد. لو اول مرة تشوفوني انا اسمي عزة. ان شاء الله فيديوهاتنا هتتكلم، طبعا الفيديو شارح نفسه، هتتكلم عن ادارة البيت بصورة صحيحة وبصورة ذكية. ازاي نتغلب على غلاء الاسعار والمعيشة يعني بطريقة سهلة ومبسطة، وازاي ما نصعبش على نفسنا الامور بحيث ان احنا نتخنق بقى وان يجيلنا اكتئاب بصوا، هي ان شاء الله باذن الله ماشيه ببركه ربنا سبحانه وتعالى. هو ده اللي انا عايزه اقوله لكم. ربنا يبارك في حياتكم وفي اولادكم وفي نفسكم يا رب، وفي اوقاتنا وفي مالنا يا رب. يا رب ينمي لنا مالنا ويملاه كله بركه، ويطرح كلنا يطرح لنا البركه في نفسنا وفي اولادنا وفي بيوتنا، ويملاها بركه وعز ان شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو أول مرة بقى تشوفوني، أختكم عزة فؤاد، ده أول فيديو ليا. أنا أمي لولدين إسلام ومصطفى، ربنا يخليهم لي يا رب، وربنا يبارك لكم في أولادكم ويخليهم ويوسع رزقكم يا رب، ويعطيكم الصحة والعافية عليهم يا رب يا حبايب قلبي إن شاء الله. بإذن الله هنستفاد جدا من الفيديوهات اللي في القناة. ده محتوايا ان شاء الله هنتكلم عن الاقتصاد والمصاريف بإدارة البيت بصورة ذكية وصحيحة، وهنشوف افكار حلوة جدا كتير، افكار في الاقتصاد وافكار في مصاريف البيت، وازاي نخلي حياتنا كلها تبقى ان شاء الله حياة سهلة وبسيطة، وبإذن الله ربنا هيبارك لنا في كل امور حياتنا بإذن الله. من يتوكل على الله فهو حسبه. هنا بقى انا جوزي اداني 2000 جنيه. 2000 جنيه دول انا هعمل بيهم ايه؟ يا ترى هجيب بيهم ايه ولا ايه؟ ال2000 جنيه ما بيكفوش، وال3000 جنيه ما بيكفوش. طب نعمل ايه يا حبايب قلبي؟ هنعقد نفسنا؟ لا طبعا، احنا مش هنعقد نفسنا. انتوا عارفين المرأة اليابانية بتمشي نفسها ازاي؟ هديكم مثال كده بسيط. طبعا احنا ما تقولوليش انا، يعني انا بس هوريكم المرأة اليابانية بتمشي نفسها في إدارة البيت بصورة ذكية. خلي بالكم ان هنا ان احنا لما نتعرف على، يعني نشوف المثل ده بيمشي ازاي او بيمشي بيته ازاي، مش عيب، بالعكس احنا ممكن نستفاد. تمام. هنا المرأة اليابانية بتاخد المصروف بتاعها، بتجيب 5 أظرف، تمام كده. بتحط في 4 أظرف المرتب كله، بتقسم المرتب اللي جوزها اداهولها على 4 أظرف، وتخلي ظرف واحد فاضي. الظرف الفاضي ده انا هقول لكم بتعمل بيه ايه. اللي بيفيد من المصروف بتحطه في الظرف الفاضي ده. تمام. كل شهر على كده بتيجي فترة تلاقي نفسها معاها قرش شايلاه. ودي طريقة أنا بعملها، بطبقها على نفسي. يعني أنا من غير ما أعرف إن المرأة اليابانية بتمشي إزاي، أنا والدتي رحمة الله عليها علمتني، قالت لي يا بنتي شيلي قرش للزمن، القرش الأبيض بينفع في اليوم الأسود. تمام. فهنا أنا عايزة أقول لكم إن إحنا لما ناخد 2000 جنيه أو 3000 جنيه أو أيا كان المرتب، في ناس يعني ربنا يا رب يزيدها، ويا رب يزيدكم من نعيم الله، يوسع علينا وعليكم جميعا يا رب العالمين بالرزق والصحة والعافية والبركة في بيوتنا ان شاء الله، تتملي ببركة ربنا بإذن الله تعالى. في ناس بتاخد 6، وفي ناس بتاخد 5، وفي ناس بتاخد 4، في ناس بتاخد 9 و10، كل حسب. بس نقول الحمد لله. اللهم لازم دايما ندعي ونقول اللهم قنعني بما أعطيتني وارضيني به. تمام. فلازم يكون عندنا القناعة دي كنز لا يفنى. صلوا على رسول يا حبايب قلبي، صل على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ببركة الصلاة على حبيبنا النبي دايما. يعني أنا عايزة أقول لكم هي بركة الصلاة على ابننا بتبارك في كل شيء في حياتنا. تمام. تمام. هنقسم بقى ايه. بصوا بقى يا حبايب قلبي، اقول لكم انا بعمل ايه. انا دلوقتي ال 500 جنيه دول مش المرتب طبعا، مش ال 2000 جنيه اللي جوزي اداهم لي.
500 جنيه دول هقول لكم على السر اللي انا بعمله. ال 500 جنيه دول كل ما جوزي يديني المرتب بشيل منه 100 جنيه بحطها في الحصاله. دي ال 100 جنيه اللي انا هحطها في الحصاله، هنحطها مع بعض. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. همسكها اعمل ايه يا حبايب قلبي؟ اول حاجه هعملها همسك الاول المرتب كله، الفلوس كلها اللي اداني جوزي، واقرا عليها ايه بقى؟ ده السر اللي انا هقوله لكم عليه. سورة قريش. سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. هنقراها ايه 7 مرات. اقسم بالله العلي العظيم لما تقرأي على الفلوس، اي فلوس داخلالك، سورة قريش 7 مرات. تمام. والله والله بإذن الله وبإذن الله الفلوس دي مش هتخلى من جيبك وربنا يبارك فيها. خلاص كده. يبقى احنا خدنا ال 100 جنيه بعد ما قرأنا عليها سورة قريش، هناخدها كده. جيبوا حصالة زي دي كده، انا جايباها دي ب7 جنيه ونص. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت ال 100 جنيه هعمل ايه؟ هقربها من بابايا واقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن لرزقنا ما له من نفاذ. صدق الله العظيم. خلاص. دي الآية دي وسورة قريش بتنمي المال، بتنمي الرزق، بتزود الرزق. دي أول حاجة خدناها كده على جنب. ال 500 جنيه دول أنا لقيتهم في الحصالة آخر الشهر أهو، لقيتهم آخر الشهر. دولت يا حبايب قلبي أنت بقى لو أنت عايزة تجيبي بيهم أي حاجة تخش بيهم جمعية، أنا عن نفسي بدخل بيهم جمعية. بصوا يعني كلنا ماشيين بالطريقة دي، والدتي مشيانا والله العظيم، والدتي مشيانا رحمة الله عليها كانت بنمشي بالطريقة دي. كنا نوفر من المصروف، وهقول لكم هنوفر في المصروف ازاي، بس تابعوني في فيديوهاتي وتابعيني لاخر الفيديو عشان تعرفي كده حاجات اسرار كده هتعجبك جدا 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 وهتبارك لك والفلوس دي هتبقى في ايدك بالزوف، والذهب ده هيبقى في ايدك بالزوف. تمام. ربنا يزيدكم من نعيم الله، اللهم امين يا رب العالمين. يعني لما بشيل الفلوس دي باجي انا لو انا محتاجه، انا دخلت جمعيه ب 500 جنيه قبضتها كام؟ 5000 جنيه. تمام. ال 5000 جنيه بقى معايا مال. انا بقى معايا مال فلوس اقدر اروح اجيب بيها حته ذهب، اجيب بيها حته كاتم، اجيب بيها حته ما شاء الله صغنونه، المره الجايه اجيب بيها حته سلسله، احتجت اخليها للزمن، اخليها للاولاد، وهكذا. هو ده الطريقه اللي انا ماشيه بيها. تمام. دي الطريقه اللي انا ماشيه بيها. هقول لكم انا بوفر في المصروف ازاي بقى. احنا كده خلاص قلت لكم على الوصفه المهمه اللي تنمي المال واللي تنمي الرزق. اول حاجه انا بعملها باخد من المصروف، بكون جايبه حصاله صغيره كده او كيس بشيل فيها ايه مبلغ صغير كده، اللي طالع من ذمتي بطلعه صدقه. لازم تطلعي صدقه. الصدقه دي اللي هتخليكي تمشي طول الشهر مستوره ان شاء الله. الصدقه دي اللي هتفتح ابواب الرزق ليكي او لجوزك او لولادك. الصدقه دي اللي هتضاعف لك المال. الصدقه دي اللي هتخليكي ماشيه ما تعرفيش الرزق ده بيجيلك منين من حيث لا تحتسبي. تمام. اهم حاجه الصدقه. اول ما تاخدي الفلوس كده تشيلي فلوس الصدقه دي على جنب، واول ما تخرجي من باب الشارع تتصدقي بيها للناس اللي تستحق. تمام. الصدقه الحسنه ب10 امثالها الى 700 ضعف. شوفي ربنا بينميلك مالك ازاي بالصدقه. واللي عايز يتصدق ب5 جنيه ب10 جنيه ب20 جنيه، كل واحد اللي ربنا مقدره يعمل صدقه. اوعوا تفتكروا ان تقولوا انا هطلع 5 جنيه هطلع 10 جنيه. اوعوا تفتكروا ان ده هين عند الله، وتحسبوه هين وهو عند الله عظيم. صدق الله العظيم. تمام. فالصدقه دي يا حبايب قلبي هي اللي بتبارك في المال، حتى لو كانوا 1000 جنيه طول الشهر هتبص تلاقيهم مش عارفه انت مش تجيبهم ازاي، بستر من فضل من الله. تمام كده. طلعنا الصدقه، هنخرج بقى نجيب حاجتنا، هنمشيها يوم يوم. يعني ايه يوم يوم يا عزه؟ يعني هنمشيها النهارده جبنا نص كيلو بانيه. تمام. على حسب عدد الاسره بقى. لو انت مثلا اسرتك كبيره شويه هتجيبي كيلو بانيه او كيلو الا ربع بانيه، هتعملي جنبهم شويه فضلة خيرك بقى، شويه مكرونه جنب شويه بطاطس. تقولي البطاطس غاليه ب25 جنيه ومال، وانت لما تروحي السوق وتنقي البطاطس رفيع. انا عن نفسي بروح السوق وبلاش السوق، هاتي خضري جنبك تكوني بتتعاملي معاه كويس، قولوا انا عايزه بطاطس رفيعه شويه سليق، انا بقول له كده وباخدها منه ب15 جنيه. على بال ما ربنا يسهل البطاطس ترخص زي ما من حقي بقى. عايزه اقول لكم ان الطماطم رخصت، اجروا الحقوا بسرعه وهاتوها رخيصه كده وعبوا وفرزوها في الفريزر عشان لما تغلى تاني يبقى احنا كده ايه ضربنا عصفورين بحجر.
تمام. انتهزي بقى، ده تاني حاجه انا بحب اعملها، ان انا بنتهز ان الخضار رخيص بجيبه واعمله. تمام. بجيب البطاطس نحمر بقى، اجيب بيها شويه بطاطس كده حلوين. بلاش تحمري، هتقولي الزيت غالي، بلاش يا ستي تحمري، اسلقيها واعمليها كده. في يعني تشويحه كده في معلقتين زيت، تاخدين بالكم. وهقول لكم الفيديوهات اللي جايه ازاي انا بوفر الزيت. ازازتين زيت بتكفيني الشهر كله، اقسم بالله العلي العظيم. تمام. وهقول لكم على الافكار، بس تابعوني في الفيديوهات. تعملي جاب شويه بطاطس، شويه سلطه بقى، تكوني كده قطيتين، خيارتين، جزريه تبشريها، حزمه بقدونس او حزمه شبت تقطعيها كده، وتعملي طبق سلطه محترم مع المكرونه بالف هنا وشفا، مع البانيه. حاجه اكل كده عظمه، اكل عظمه والله العظيم. الاكله مهما مش هتتكلف. تمام. ويا حبذا ويا حبذا بقى، ويا حبذا لو انت شلتي شويه مكرونه كده، حته بانيه قد كده، وطلعتيها لاي حد يكون محتاج، من الجيران بقى، من حد تكوني جنب منك عارفاه، واحد فقير، واحده فقيره، تطلعيهم، يبقى انت كده عملتي اطعام. اطعام طعام، وعملتي صدقه. شايفين الانجاز الرباني؟ يبقى انت كده ماشيه تمام بمرض الله. تاني يوم احنا النهارده كلنا الحمد لله رب العالمين في بانيه واكل محترم. يبقى تاني يوم هنقضيها اكل شعبي، وتعودي الولاد على كده، وتقولوا الحمد لله، تعلميهم على القناعه. تمام كده. تاني يوم هنعمل اكل شعبي. وهنعمل ايه بقى؟ اي اكل شعبي انتوا بتحبوه. عايزين تعملي شويه عدس، لو جبتي ربع كيلو عدس، بص انا هقول لكم حاجه. بص يا حبايب قلبي، انا لما باخد المصروف بروح اجيب مثلا نص كيلو عدس، ربعين. تمام. ده لو انا همشي بالاسبوع، الربع ده ب 15 جنيه. تمام كده. لا مش ب 15، ب 12 جنيه. ب 12، معلش انا اسف، حقكم عليا. 12 جنيه اهي. 12 جنيه هتعمل لي حله عدس قد كده، ممكن نقعد فيها ناكل فيها يومين. تمام. الاولاد ما بيحبوش عدس، اسلقوا لهم شويه بطاطس، اسلقوا لهم شويه مكرونه، اعملوا لهم شويه مكرونه. تمام. اعملوا لهم شويه رز بالخضار زي خلطه المحشي، زي ما كانوا اهالينا بيعملوا لنا زمان، وكنا بنمشي الدنيا. تمام. اقلي شويه بتنجان وشويه اعملي شويه بطاطس وشويه مكرونه، ومشي الاكل. تمام. ومشي الدنيا، لا حول ولا قوه الا بالله، ومشي الدنيا. النهارده اليوم التاني يوم طبعا احنا هيكون عندنا الخضار ده متبقي، يعني مش هنشتري، يبقى احنا كده وفرنا يوم، طلعنا عملنا اكل، وفرنا يوم. الربع كيلو عدس ده انا بعمل بيه حله قد كده، باكل انا وجوزي ولادي ونشبع منه ونقول الحمد لله. وفي نفس الوقت شايله الباقي في 3 4 او كيسين، حتى في كيسين بطلعهم بحطهم في الفريزر ليوم ما يكونش عندي اكل، بطلعه بعمله وجبه يوم وخلصنا منه. يعني انا كده بوفر توفير، وربنا هيبارك. ربنا يبارك ايه؟ بالصلاه على حبيبنا النبي. ربنا يبارك بالصدقه اللي طلعتها، ربنا يبارك باطعام الطعام اللي انا طلعته. تمام. ربنا هيبارك طول ما انت بتقولي الحمد لله، طول ما انت بتصلي على حبيبنا النبي كتير، طول ما انت بتستغفري كتير. هي دي العوامل اللي بتخلينا ان احنا بيوتنا تقوم ببركه النبي عليه الصلاه والسلام، بركه الصلاه على حبيبنا النبي عليه الصلاه والسلام، بركه الاستغفار. طول ما انت ماشيه تستغفري، طول ما انت قاعده وانت بتعملي الاكل تصلي على النبي، تستغفري، تقولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، استغفر الله العظيم واتوب اليه. تمام كده. كان في واحد من الزهاد زمان، كان دايما لسانه ده ما بيسيبش سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، استغفر الله العظيم واتوب اليه. اتى خبط عليه احد من السائلين او المارين العابرين سبيل، وخبط عليه الباب، فتح له وقال له تفضل يا اخي، السلام عليكم، تفضل. فالراجل اللي هو الزاهد دوت او اللي عابر سبيل ده، وهو قاعد الراجل بيقوم يتوضى يقول سبحان الله واللي انا قلته لكم، يقوم يقعد ينام يقول ده. فقال له قول لي انت يعني نفسك في ايه؟ انا ما شفتكش انت بتعمل، يعني انت بسم الله ما شاء الله عليك بتعمل كل حاجه، انت نفسك في ايه؟ قال له انا كل دعواتي تحققت، كل دعواتي تحققت بفضل الذكر اللي انا بقوله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، استغفر الله العظيم واتوب اليه. دعواتي كلها تحققت. قال له طب ايه الدعوه اللي ما اتحققتلكش؟ قال له هي دعوه واحده بس اللي ما اتحققتش. قال له ايه؟ قال له ان انا اشوف الامام الشافعي. فقال له سبحان الله يا رب، سبحان الله. الراجل كده بكى،
وقال له تصدق ان انا كنت بسوق اليك عشان اجيلك بسرعة البرق. قال له اذا من انت؟ قال له انا الامام الحنبلي، استغفر الله العظيم، انا الامام الحنبلي. فشوفوا الاستغفار والصلاة على حبيبنا النبي مع بعض واحنا بنوردهم بيعملوا لنا معجزات، بيصنعوا لنا معجزات، بيتدفق علينا الاموال من حيث لا ندري ولا نحتسب. فهي دي القصة اللي انا بقولها لكم. المال ربنا هيبارك فيه، وديكم شايفين انا والله العظيم قصة اهي، وهبقول لكم على قصص واقعية من واقع الحقيقة ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. يعني قصدي اقول لكم ان الاكل ده الحمد لله، طالما بنقول الحمد لله وبنصلي فرض ربنا وما بنأذيش حد وبنشتغل وبنعمل اللي علينا وبنستغفر الله وبنصلي على حبيبنا النبي عليه الصلاه والسلام، هتلاقي ربنا مبارك في قرشنا، مبارك في ولادنا، مبارك في حياتنا. تمام. فهو ده التوفير، هو ده اصل التوفير. لو انت عايزه تحوشي طلعي صدقه، اطعام. تمام. يعني انت الطبق اللي انت بتعملي منه اكل طلعي لحد من الجيران. تمام. طلعي منه طبق لحد من الجيران. متهيألي يمكن اهالينا وامهاتنا وجداتنا زمان كانوا بيعملوا كده، عشان كده كانوا ربنا مالي البيوت كلها خير عظمه. صلوا على حبيبنا النبي عليه الصلاه والسلام. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم بقى يعني انا عايزاكم تقيموني وتكتبوا لي كده في الكومنتات انتوا من انهي بلد بتتابعوني، وكمان ما تقيموني وشوفوا هتدوني كام من 10، وشوفوا انتوا في لو اسئله انتوا عايزين تسالوها لي انا تحت امركم. وكمان ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى مهم جدا جدا جدا، لان هوريكم فيه انا ازاي بتسوق وبشتري الحاجه باقل فلوس، وازاي بوفر فلوس، وكله بسبب ديت. انا خدت ال 500 جنيه هم من اللي حصل اللي هم بقولي عشان ادفع فلوس الجمعيه اللي هي بتقبضني 5000 جنيه، وكله من بركه ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبارك لكم في ولادكم، في صحتكم، في عافيتكم، في ايامكم، في اموالكم يا رب العالمين، ويزيدكم فضل ونعمه، اللهم امين. بحبكم كلكم في الله، دمتم بصحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.